بودكاست حكايتها تهمني، تهمك، تهمنا كلنا. ازيكم؟ انا سارة عزيز من سيف ايجيبت. النهارده تيك توك وسيف ايجيبت ومنتدى شباب العالم بيقدموا لكم بودكاست حكايتها، لان حكايتها تهمني قوي وتهمك وتهمها. عشان كده على مدار الحلقات المختلفه هنبقى بنتكلم عن توبكس تخصها وتخص امانها وتخص ازاي هي تتكلم عن المشاكل اللي بتعدي بيها، بس كمان هنتكلم عنك وعن المشاكل اللي بتعدي بيها وازاي مع بعض نقدر نعمل مجتمع امن لينا كلنا بالذات اونلاين. في الحلقه دي هنتكلم عن التروما. التعريف العلمي للصدمة إنها حاجة too much too fast too soon، حاجة جامدة قوي، سريعة قوي، وقريبة قوي، زي بالظبط حادثة العربية. ما بتلحقش تفرمل، ما بتلحقش تقف، مش تبقى عارف هتعمل ايه وحاسس انك هتخبط في اللي قدامك. الصدمة سريعة وجامدة وقريبة وبتخض، تخلينا نهنج ومش عارفين نتصرف. الصدمة بتهز كيان البني آدم وتخليه مش عارف يعمل ايه ويتكلم مع مين ويقول ايه. الصدمة ممكن تبقى موقف صعب عديت بيه مع حد من اصحابك، حد ما توقعتش منه رد الفعل ده، لغاية ما تكون وفاة حد قريب ليك هز كيانك ولخبطك ولخبط حاجات كتيرة قوي في الشكل اليومي بتاعك كل يوم لمدة سنين. محدش يقدر يقول انها صدمة قليلة او صدمة كبيرة، الصدمة صدمة، وكل واحد فينا بيتعامل مع الصدمة وبيتفاعل معاها حسب شخصيته وحسب الخلفية اللي جاية منها. الصدمة بتغير ملامح في الحياة وبتغير طريقة تفكيرنا عن نفسنا قبل أي حاجة تانية. عشان كده في حلقة النهاردة جايين نقول لكم إنه في way out، في مخرج للصدمة. أنت ما ينفعش تفضل لوحدك بالصدمة اللي عديت بيها، وانت ما ينفعش تكملي أيامك بالصدمة اللي هزتك وخضتك ووجعتك وتفضلي ما بتتكلميش عنها. النهاردة هنتكلم عن ازاي اتكلم وعبر واحكي حتى لو الصدمة ديت حصلتني اوفلاين او حصلت لي اونلاين. وهنتكلم عن ملامح كتيرة جدا للصدمة اللي ممكن نبقى تعرضنا لها اونلاين. ممكن اشتغل على فيديو واشتغل على محتوى واحضر له واتعب له واجي انزله اونلاين، بس ممكن افاجئ بكومنت في كسر حدود ليا بشكل مش عادي وما ينفعش معتبرش ده صدمة. او ممكن افاجئ ان في حد بيكسر خصوصيتي اونلاين ويبعت لي محتوى غير لائق وغير مقبول، وبالتالي احس ان انا مهنجة ومش عارفة اعمل ايه. وناس كتيرة قوي بتحكي عن فيديوز ممكن يتكعبلوا ويتفرجوا عليها كانوا مراهقين او يونج ادولتس او ناس كبيرة، وملهاش علاقة بالسن، لان المواقف اللي زي دي بتخض الواحد وبتحسسه بعدم الامان. ممكن جدا ولادنا وبناتنا يبقوا قاعدين على الانترنت ويفاجئوا بجيم غريب او بفيديو غريب او بشخص غريب بيتكلم معاهم او بمحتوى ما كانوش جاهزين له باي شكل من الاشكال. ممكن حد يتواصل معاهم ويطلب امور كتيره ليها علاقه بعنوانهم بتليفونهم بصور ليهم، ويبقى ده من ضمن الحاجات اللي بتكسر حدودهم. عشان كده فكرة ان انا ابقى مدرك ومفهم ولادي ومفهم نفسي ان عندي اوبشن ابقى سيف اونلاين عن طريق فيتشرز بستخدمها وبتعلم عنها وبستوعبها وازاي ابلايت واطبقها لاماني والامان الاخرين وبالذات امان ولادي، دي حاجه ما فيهاش هزار. لان زي ما بقول لكم التروما بتهز الكيان، وممكن يبقى الحاجه اللي شافها تعلم معاه وتفضل معاه سنين، لكن انا ممكن على قد ما اقدر اوقفها او امنعها او حتى اقلل منها عن طريق استخدامي لبعض الخصائص اللي تساعده يكون في امان. واحده من القصص اللي سمعتها كنا بنعمل تريننج من التريننجز مره، انه البنت متسابه مع التليفون طول الوقت، اي حد بيكلمها. والام اكشلي كمان عملت غلطه بالنسبه لي كانت غريبه شويه، انها ادت الخط بتاعها القديم لبنتها، وانا ما كنتش فاهمه يعني كان ايه الهدف. يمكن كانت فاكره انه اصحابها القريبين اللي هيكلموها بس عليه او ناس معينه، لكن الرقم التليفون ده كان بقاله سنين، كان عليه واتساب، كان عليه ابلكيشنز كتير قوي اوريدي داخل الشخص دخل على حاجات مختلفه. وكأن الذكاء الاصطناعي لانه ذكاء عالي جدا والانترنت بيعمل لي بيرسونا لما بدخل انا ساره على اكاونتس مختلفه زي تيك توك او انستجرام او فيسبوك او يوتيوب، اي اكاونت من الاكاونتس بيفهم انا بحب اتفرج على ايه، وبالتالي بيجيب لي من الفيديوز دي كتير. فاكره كويس قوي وقت ما خلفت هتلاقوا كل الفيديوز اللي عندي في اي بلاتفورم بدخل عليها اطفال واكل وياكلوا امتى وبيسننوا امتى وبيحبوا امتى، لان دي الحاجه اللي انا كنت مهتمه بيها. نفس الحاجه بتحصل اونلاين مع اطفالنا والمراهقين واليونج ادults. عشان كده لما ادي ابني المراهق تليفون لازم ابقى مدرك
إنه التليفون ده جاهز إن هو يستخدمه وجاهز بفيتشرز صح مأمناه ومحوطاه أونلاين في العالم اللي هو داخل عليه. الصدمة ممكن تحصل من أي حتة وما ينفعش أتعامل معاها معاملة خلاص بقى يعني خلصنا، ما كانش فيديو شفته ولا حد اتكلم معاك كلمتين ولا حد بعت لك حاجة مش كويسة. لا، هي الصدمة دي ممكن تغير في ملامح شخصيته. ما ينفعش أتعامل باستهوان، ما ينفعش أتعامل باستهانة مع بنتي وابني وأنا حاسس إنه هيحصل لهم إيه. محتاجة أبقى مدرك خطورة اللي ممكن يحصل لهم وخطورة إن أنا بافصل وبادّي له التليفون، بانام عشان أدّي له التليفون، باريّح وأدّي له التليفون، ونفكّر في activities وprograms تانية ممكن يبقى بيعملها تبقى بتأمّنه، ولو استخدم التليفون والإنترنت يبقى إزاي متأمّن على الإنترنت. وحاجة من الحاجات اللي أنا باحسّها من الfeatures القوية أوي اللي أقدر أستخدمها على platforms مختلفة، هو إن أنا أقدر أحدّد المدة اللي بيقعد عليها ابني على التليفون. وأنا ممكن أعمل كده حتى لو التليفون مش بيقفل، أنا ممكن أقول له معاك ساعة، معاك نُص ساعة، معاك whatever المدة. ودي من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات كتيرة. العلاقة اللي ما بيني وما بينه بتسمح له يفهم إن الrules أو regulations اللي أنا باطلّعها أنا مش عايزة أسخّف عليه، أنا باحط له قواعد آمنة ليه. أنا باقول له على فكرة مش بس ممكن تتفرّج على محتويات مش كويسة، عينيك ومُخّك واستيعابك للأمور وإنك قاعد بتستقبل من التلفزيون أو من الموبايل أو من الفيديوز اللي بتتفرّج عليها مش أصح حاجة لنموّك. طبعًا ما باقولهاش بالكلام المكلكع ده، باقولها بطريقة يفهمها، بس لازم أدّي له بديل، لازم يشوف بديل على الأرض الواقع، ما يحسّش إن هو زهقان، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسلّيه. رجوعًا للتروما، التروما ممكن نبقى مش عارفين كمان نتصرّف معاها إزاي، ويمكن نبقى بنميل إن إحنا نداريها أو ما نورّيهاش أو ما نحكيهاش أو نروح لextreme تاني نحكيها لكل الناس. النهارده نفسي أقف وقفة أخيرة معاكم في الحلقة دي وأقول لكم لازم نعرف نروح فين لو اتعرضنا لتروما. لو ولادنا وبناتنا المراهقين واليونج ادولتس اللي معانا اتعرضوا لتروما، حتى لو احنا ككبار اتعرضنا لتروما بسبب أي محتوى شفناه أو حد كسر حدودنا على الإنترنت أو بعت لنا حاجات ما فيهاش ريسبكت لينا أو فيها كسر حدود حقيقي على أي مستوى من المستويات. أتصرف إزاي؟ أول حاجة أنا محتاجة أتكلم عن الموضوع، محتاجة أحكي عنه، ممكن أروح لحد متخصص، ممكن أحكي لأهلي، ممكن أحكي للناس اللي حواليّا، ممكن أحكي للsupport system بتاعي. إن أنا أحكي، إن أنا أتكلم، إن أنا أقول إن أنا عدّيت بحاجة زي كده، دي حاجة في غاية الأهمية. الحاجة التانية إن أنا بابُص كده وأحكي وأقول وأنا بافصل وباتعلّم أفصل وأنا باحكي المشكلة اللي حصلت لي وأنا. عشان واحدة من الحاجات اللي بتحبسنا في المشكلة إن أنا والمشكلة بنخُش في نفس الload والحمل والذنب، فاحس إن أنا اللي تسببت في المشكلة أو أنا سبب المشكلة. وعلى فكرة دي بتكون من ضمن الحاجات اللي بتخلّيني ما اتكلّمش وما احكيش، إن أنا حاسة بالذنب وإن أنا حاسة إن أنا قعدت online فحصل لي كده، ردّيت على الولد ده فحصل لي كده، ردّيت على البنت دي فجرى لي كده. ومن هنا نقدر كمان نتكلم ونوعي المجتمع اللي حوالينا ان في حاجه اسمها ابتزاز الكتروني، والابتزاز الالكتروني جريمه بيعاقب عليها القانون، ومن حقي ابلغ. الريبورت كمبدا موجود على بلاتفورمز مختلفه بس كمان موجود في البلدان اللي بنعيش فيها ان احنا نريبورت ونبلغ لو حد كسر حدودنا باي شكل من الاشكال. اتكلم، ابلغ، اعبر ان حصل لي المشكله دي، واخر حاجه اقبل الجيرني، اقبل الرحله اللي انا محتاجه امشيها في إن أنا أبقى حاسس أحسن، وأبقى مُدرك إن أنا هاطلع من الموقف اللي أنا عدّيت بيه لمّا أتكلّم عنّه، لمّا أقوله، لمّا أحكيه لحد. لإني لمّا باحكي الحاجة بتاخد حجمها، ممكن تصغر، ممكن تكبر لإنّها كبيرة. بأُدرك إن أنا محتاجة أمشي في سكة وفي علاج وفي مرحلة ليها علاقة بالhealing journey بتاعتي. it's okay. كُلّنا عدّينا بالمراحل دي، وكُلّنا نقدر النهارده نختار اختيار مختلف، إن اللي وجعنا ما يكمّلش يوجعنا ويكمّل يتحكّم في يومي وشكلي ومزاجي ومودي وأدائي في كل حاجة في الحياة. لكن النهارده أقدر أقفله وأوقّفه وأقول كده إنه خلاص it's over. أنا هاروح آخُد الوجع ده واحكيه لحد، أنا هاروح آخُد اللي تعبني ده واتكلم فيه مع حد متخصص. وزي ما بندي sessions كتيرة للأطفال ونكلمهم عن الtopics دي ونقول لهم الشخص اللي يساعدني ده لازم يصدقني، لازم ما يعملش فيّا كده تاني، لازم يساعدني ولازم يقول لي أعمل إيه. وده بالضبط اللي بيحصل لمّا نروح لحد موثوق فيه من الsupport system بتاعنا عشان ندردش ونحكي ونتكلم عن اللي حصل لنا. واحدة من الأسئلة اللي نفسي أسيبكم
بيها في الحلقة دي تسألوها لنفسكم. فكر في وقت صعب عديت بيه بس وقفت تاني على رجلك. واحدة من الحاجات اللي بشجع قوي الناس تعملها بالذات في سيشنز الكونسلنج ان هم يدونوا يكتبوا. ده سؤال من الأسئلة اللي موجودة في مدونات الفيل اللي عايزة أشجعكم تفكروا فيها. فكر في وقت اتخبطت جامد قوي، اتوجعت جامد قوي، بس رجعت تاني وقفت على رجلك. فكري في وقت ما كنتيش متخيلة انك هتطلعي من الأوضة المظلمة دي، بس النهاردة قادرة تبصي على نفسك وتبصي على اللي فات وتقولي عديت وطلعت. تروما صعبة بتخبط البني آدم وبتهز الكيان كله، بتغير من ملامح شكلنا وأيامنا وكل حاجة تانية في الحياة، بس دايما في واي اوت. حتى لو الواي اوت ده خد وقت طويل قوي او وقت قصير، لان الوقت مش دايما في ايدينا. الجيرني بتاعت الهيلينج موجودة وحقيقية. الجيرني بتاعت الهيلينج بتحتاج ان انا اللي ابتديها وانا اللي اقولها وانا اللي اطلبها. محدش ينفع يطلبها لي ومحدش ينفع يمشيها لي، انا اللي بحتاج امشيها لنفسي. ونفسي اقول النهارده انه امشيها بالاون بيس بتاعك، امشيها بسرعتك وبسرعتك اللي انت شايفهم مريحين ليك. بس النهارده لو عديت بتروما باي شكل من الاشكال، اعرف انك محتاج تتكلم، اعرف انك محتاج تحكي، واعرف انك محتاج تقول there is a way out. في مخرج، في اوبشن اني اروح اتكلم مع حد متخصص، في اوبشن اتكلم مع السبورت سيستم بتاعي، في اوبشن ادرك ان التروما اللي عديت بيها دي كانت صعبه لاني كنت لوحدي، كانت صعبه لاني ما كنتش عارف اتكلم مع مين واحكي لمين. واحنا كاهالي عندنا وفي ايدينا اوبشن نأمن ولادنا على قد ما نقدر. ما نقدرش نتحكم في الحياه خالص ولا في الناس اللي بتأذيهم بأي شكل من الأشكال، كانوا أوفلاين أو أونلاين. بس النهاردة اقدر اتعلم اكتر عن فيتشرز موجوده تساعد ابني وبنتي يكونوا اونلاين بشكل امن اكتر. من ضمنها ان انا ما احطوش اونلاين وهو سنه مش مناسب، من ضمنها ان انا احط اوبشن ان انا وهو تليفوناتنا تبقى بيرد، وبالتالي يبقى عارف بيتفرج على ايه، اكونترول الحاجات اللي بيشوفها، اكونترول مين يبعت له مسجز، وحاجات كتير قوي اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. عايزه اشجعكم ترجعوا تسمعوها عشان تعرفوا ازاي ممكن نخلي ولادنا في امان اونلاين. التروما موجودة وبتحصل بس مش نهاية القصة، افتكروا ده دايما.